واش الدراري نتمنى تكونوا مزيان مرحبا بكم في فيديو جديده. في هذا الفيديو نشوفوا سبب منع الكحول في كاس العالم ثم شنو يمكن نستافدوا من اصابه كريم ابو ابراهيم بنزيما. علاش تم المنع ديال الكحول في كاس العالم؟ على فكره راه ما تمش منعه في جميع المناطق غير في التيران والمحيط ديالو، ماشي حيت قطر متشدده اسلاميا وما كيحترموش وداك الشيء اللي يسوق له، تم منعه لانجاح التنظيم. بنادم كيكون سكران كيكون هايج، هما اصلا جايين مشحونين على قطر، وفي حاله ما خسرهاش فرقته ولا اقل حاجه يدير لك مشاكل. هذا الشيء لما بداش كيخرب قرار من وجهه نظري فيه جزء كبير مما حدث في اليورو من اعمال شغب، تخريب، دخول للملعب بالقوه وكل تلك الاحداث. قبل اسابيع ما عقلتش فين قريت انه سيتم المنع، وكانوا تعليقات وهي منين جاتني الفكره، والتعليقات جات من ناس غرب ذكروا داك الشيء اللي وقع في نهائي اليورو. اذا فبغض النظر عن تشبث قطر بقيمها الاسلاميه فهي لن تقبل بتخريب ممتلكاتها. شركات خمور ستتكبد خسائر مهمه. الحمله والضغوطات الملقاة على قطر فالطبيعي تشوف ديك ردة الفعل، لكن الحمد لله وان شاء الله كأس العالم ناجح. شخصيا ما كانش عندي اهتمام كبير من ناحيه التنظيم، لكن ملي كتشوف بهذا التشبث بالقيم وعدم احترام وردة الفعل العالم الاخر فان شاء الله النصر لقطر. امس تم الاعلان رسميا عن غياب بنزيما عن المونديال، ضربه قويه صراحه للمنتخب الفرنسي وعشاق الكره عامه. انا ماشي مقتنع بكلام بنزيما لا يوافق المنظومه وكذا، لان اداءه في دوري الامم الاوروبيه اهدافه في اليورو اثبتت عكس ذلك. زائد مدى اهميه بنزيما في غرف الملابس كشخصيه قياديه والتحفيز في الظروف الصعبه. كريم الامس صراحه انه فضل ترك مكانه شخص اخر يقدم الاضافه للمجموعه. اما ديديer ديشامب اليوم صرح انه لن يكون اي بديل له والمجموعه اللي عنده تكفي. حارث الاداء المتوهج اللي كان به خساره خاصه لينا احنا مغاربه. افضل لاعبين في العالم حسب الترتيب البالون دور ساديو ماني ثم بنزيما. يعني كتشوف انا بعض المرات واخا تقدر دير داكشي هو هذاك، الا ان الحياه فما كتعطيكش كلشي. جائزه البالون دور والفرحه ثم في شهر ما كتقدرش انك تشارك في اعظم مسابقه كرويه اللي من 2014 ما شاركتش فيها، ومن بعد داك الصبر كامل العوده للمنتخب الفرنسي والتعويل على هذا الكاس العالم حيت واصل ليه في حاله جيد، وكاين احتمال انها تكون الاخيره الا ان القدر كتب ليه حاجه اخر، وهذا الشيء ممكن يوقع لاي واحد فيه. فكتبقى على الشخص واش تفرح بالبالون دور ولا تحزن لفقدان فرصه المشاركه في كاس العالم. فكتبقى على الشخص، وكتبقى على الشخص ايضا واش يطفي الضوء في خطره ولا يتشبث بامل المشاركه في 2026 على 38 سنه حتى لو كان الامل ضئيلا. هذا ما كان في هذا الفيديو قبل بدايه اول مباراه في كاس العالم. متحمس لبدايتها، متحمس للفيديوهات اللي جايين، نوتيفيكاسيون باش يوصلك الجديد، لايك والبارطاج للتحفيز على المزيد، وفرجه ممتعه الدراري بالصحه والراحه.